ده طبيعي. بس يا دكتور في كلام كتير من اللي حضرتك بتقوله، انا يعني خليني بقى اخد طرف الزميل اللي بيسأل. هم شايفين ان الكلام ده مش دور الديستريكت مانجر. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا نعمل persuasive communication ونعمل مادة علمية قوية عشان نقنع بيها اللي قدامنا. انا فاهم البورت، بس انا هتكلم بلسان حد زميل يقول لك ما دي مش شغلانتي، دي شغلانه البرودكت مانجر، هو اللي بيعمل محاضره، هو اللي بيعمل ماتيريالز، هو اللي هيقف يشرح، او بتاع الميديكال. الجزء التاني فكره ان هو يبقى عنده ميديكال باك جراوند يتكلم بيه. في السوق بتاعنا ساعات كتير بيتقال اللي بيشتغل سبيشاليتي زي الكارديولوجي او الانكولوجي هو بيبقى الدكتور بتاعه حابب يساله ويختبره، فلازم يبقى عنده المعلومه الميديكال. الباقي مش هقول ان هو ما بيتكلمش، بس في جمله بتقال انت الخبير بتاع الدواء بتاعك. هو بيبقى عارف المعلومه بتاعت الدواء، الدوز بتاعته، سعره، عدد الاقراص، ما بيخشش في السيرابي اريا قوي عشان ما بيسالش فيها كتير. وفي بعض السبيشاليتيز بدون ذكر الاسماء يتقال ان هم في الاخر هم مش بتوع علم، هم بتوع ان الدواء كويس خلاص يلا هنكتبه، في ريليشن قويه مع المندوب او مع المدير فبيكتبوا عشان خاطره او عشان خاطر الشركه. فانت مع او ضد هذه المقولات؟ للاسف ضدها. ليه؟ خلينا نقول ان كل واحد فينا ككروس فانكشنال تيم بنشتغل عشان ننجح الدواء ليه دور، بس البارت الاساسي بتاع الكاستمر انتر اكشن هو الرول بتاعك انت كميديكال ريبريزنتيف. انت المفروض تبقى المرجع بتاع الدكتور بتاعك، انت من الاخر لازم تكون عارف تجاوب على كل حاجه، سواء الموضوع ده كان ميديكال برودكت وات ايفر هو شكله ايه، انت الريفرنس. والله لو عرفت تأدي هذا الكومبلكس رول جيفن الخمس حاجات اللي انا لسه قايلهم في النقطه اللي فاتت، انت كده هتبقى واحد متفرد. عايز تهتم بالحته بتاعتك، تعرف دوز وتعرف حاجه هو الدكتور اصلا ممكن يطلعها من على الانترنت وتبني رابور، يا دكتور ازاي حضرتك انا بفكرك بالدواء الفلاني ولا العلاني. ده عكس اللي انا قلته تماما من بيلدينج رابور وجول اورينتيشن وبين كومفورتبل مع بيلدينج الميديكال نوليدج قويه، وحته بيلدينج تراست ورابور مش علاقات. العلاقات اللي لوحدها دي في مندوب بتلاقيه وهو ودكتور علاقتهم حلوه جدا بس ما بيكتبوش حاجه، هي تراست ورابور. واخر حاجه قدرتك على الاورال او البرسويسيف كوميونيكيشن. هتعمل كده هتنجح. هتعمل حاجه تانية انت ماشي في سكه انت بقى مسؤول عن قراراتها، ودي قناعاتك الشخصيه، مش هقدر اقنعك ان هي صح او غلط، بس اللي انا بقوله لك انا جاي لك من المستقبل